السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شيماء مصطفى من قناة شيماء للمشغولات اليدوية. احنا النهاردة ان شاء الله هننفذ الشنطة الجميلة دي. هي فكرتها حلوة وبسيطة. انا اشتغلتها بغرزة العمود العادي بخيط مكرمية فرنساوي زي ما انتوا شايفين كده من جوه وهي من بره، وزي ما انتوا شايفين واقفة ومتماسكة. هوريكم ازاي احنا عملناها واقفة ومتماسكة كده من غير غيره ومن غير اي حاجة، واشتغلتها على فتلة واحدة مش على فتلتين، وما خدتش معايا وقت. وفكرتها حلوة جدا ان ازاي انا ابطن الشنطة منها فيها من غير ما اركب قماش او اي حاجة، وخفيفة جدا زي ما انتوا شايفين كده وبسيطة وشكلها حلو جدا. ممكن تنفذيها باي مقاس. انا هنفذها معاكم بمقاس اصغر من ده علشان ما اطولش عليكم الفيديو، وانتي لو حابة تعمليها اكبر من كده اصغر من كده براحتك. نبتدي ان شاء الله مع بعض. انا هنا يا بنات جبت الخيط اهو زي ما انتوا شايفين، ده مكرمية فرنساوي فتلته رفيعة، واشتغلته بإبرة مقاس 3.5. يعني ما اشتغلتوش بإبرة صغيرة علشان اشد الغرز، لا الغرز معايا مرتاحة جدا. انا هعمل عقدة البداية وبعد كده هشتغل 20 غرزة سلسلة. ادي كده 20. هشتغل غرزتين تاني عشان يبقوا اول عمود معايا، وهدخل في الغرزة التالتة اعمل عمودين. ادي كده بقى معايا 3 عواميد في نفس المكان، وبعد كده هشتغل في كل غرزة غرزة عمود لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت لاخر دور. في اخر غرزة هنا هعمل 4 غرزة عمود، وبعد كده هكمل فوق كل غرزة عمود عادي. وطبعا انا شغال على خيط البداية بداري معايا. اهو بالشكل ده كده يا بنات. كده وصلت لاخر الدور. هعد هنا 3 سلاسل الارتفاع وهدخل في الغرزة الثالثة، اقفل السطر كده بمنزلقة، وهرتفع 3 غرزة سلسلة، وفي نفس المكان هعمل غرزة عمود بلفة، هعمل تزايد. في الغرزة اللي جنبها هعمل عمودين بلفة، وفي اللي بعدها الاربع غرز اللي انا اشتغلتهم في نفس المكان هشتغل فوق كل غرزة منهم غرزتين عمود عشان اعمل التزايد بتاع الشنطة. وبعد كده فوق كل غرزة عمود غرزة عمود عادي. انا هعمل التزايد في الدوران ده بس كده بتاع القاعدة.
اهو كده يا بنات، قربت اوصل للدوران التاني. ادي اول غرزة اشتغلت فيها غرزتين، وادي التانية، وادي التالتة برضو هشتغل فيها غرزتين، وادي الرابعة. ادي الاربع غرز اللي في الدوران، اشتغلت فوق كل غرزة غرزتين عمود، وبعد كده هكمل شغلي عادي فوق كل غرزة وغرزة. كده وصلت لاخر الدور. هعد برضو 3 سلاسل الارتفاع، وهقفل بغرزة منزلقة، وهرتفع 3 غرزة سلسلة، وفي نفس المكان هعمل غرزة. ادي كده اول تزايد معايا. في الغرزة اللي بعدها هعمل غرزة عمود واحد، وفي الغرزة اللي بعدها هعمل غرزتين. هعمل تزايد بتاع الدايرة علشان اوسع القاعدة. كده عمود، وبعد كده في الغرزة اللي بعدها عمودين، وبعد كده عمود، وبعد كده عمودين، وبعد كده فوق كل غرزة عمود عمود، ونفس الكلام هكرره في الجنب التاني لحد ما اخلص الدوران كله. كده انا خلصت الدور يا بنات. هرتفع 3 غرز عمود، وبعد كده فوق كل غرزة همشي غرزة واحدة، همشي السطر ده ثابت من غير اي تزايد. انا مش هكبر القاعدة عن كده، انتوا لو حابين مقاس اكبر طبعا هتكبروا، لكن انا حبيت اشرح لكم دي صغيرة عشان ما ناخدش وقت. هشتغل السطر ده كله غرز عمود ثابت. دي كده يا بنات خلصت شكل القاعدة زي ما انتوا ما شايفين، واشتغلت واحدة نفس المقاس بالظبط زيها. هقلبها كده على الظهر، وهجيب دي كده على الظهر برضو، يعني الظهرين هيبقوا لبعض والوشين عكس بعض، وهاجي هنا كده هظبطهم بالظبط. هدخل في كل غرزة من هنا كده، هدخل اول غرزة واول غرزة من هنا كده، واقفل بغرزة حشو، والغرزة اللي جنبها هقفل القاعدتين على بعض بالشكل ده كده. هقفل لحد ما اوصل للجنب ده كده، وهوريكم هعمل ايه بعد كده. ادي كده يا بنات وصلت للجنب التاني. هنا قبل ما هقفل الجنب ده هقص قطعة البوري على قد القاعدة اللي انا عاملاها، وهدخلها كده فيها، بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وهكمل تقفيل الشنطة عادي معايا. باخد غرزة من القاعدة اللي فوق وغرزة من القاعدة اللي فوق تحت، واقفل بغرزة حشو اهو بالشكل ده كده. هنا يا بنات انا خلصت، وهدخل في اول غرزة وهقفل بمنزلقة كده، وهرتفع 3 غرز سلاسل. ده اول عمود عندي. هنا غرز الحشو اللي انا اخدتها في الدوران دي كلها هشتغل في الحلقة الامامية بس، فوق كل غرزة عمود غرزة عمود في الحلقة الامامية. هي عشان الخيط رفيع. هعمل عمود بلفة، وفي الغرزة اللي جنبها هعمل عمود بلفة في الحلقة الأمامية. وزي ما انتوا شايفين انا شغالة كده عكس،
علشان يبقى شكل العمود من جوه كده. هخلص الدوران كله بغرز العمود وارجع لكم تاني. انا كده وصلت لاخر السطر، وهدخل في تالت غرزة السلسلة وهقفل بمنزلقة كده، وهرتفع 3 غرز السلسلة، وهتشتغل فوق كل عمود عمود عادي زي ما انا كنت شغالة. اهو بالشكل ده كده انا شغالة من جوه بنات، علشان ده كده هتبقى البطانة بتاعت الشنطة من جوه. هشتغلها كده لحد ما اوصل للطول المناسب اللي انا عاوزاه. ادي كده يا بنات خلصت الطول المناسب اللي انا عاوزاه. انا ارتفعت 8 ادوار طبعا علشان هي صغيرة زي ما انتوا شايفين انا عاملاها صغيرة. هاجي كده هعمل عقدة البداية، وهاجي من تحت مكان ما ابتديت زي ما انتوا شايفين كده. هاجي بقى في الغرزة الخلفية، مش احنا اشتغلنا السطر ده على الغرزة الامامية، وهسحب الخيط بتاعي كده وهرتفع 3 غرزة سلسلة كده. اول عمود عندي، وطبعا خيط البداية انا شغالة عليه، وهشتغل في الغرزة الامامية كده زي ما اشتغلت الاسطر الاولانية وغرزة عمود. اهو كده هخلص السطر كله كده حوالين القاعدة سطر عمود وهرجع لكم تاني. ادي كده يا بنات خلصت السطر، وهقفل برضو في تالت غرزة من غرزة السلسلة، وهرتفع 3 تاني، وهكمل شغلي فوق كل عمود عمود. او زي ما انتوا شايفين دي بقت البطانة وده الظهر الخارجي للشنطة. هرتفع نفس عدد الادوار اللي انا ارتفعتهم في البطانة لحد ما اخلصهم وارجع لكم تاني واوريكم هنقفل ازاي ونركب الداعم ازاي بينهم. طبعا الفكرة دي ما تنفعش غير في خيوط خفيفة زي خيط المكرمية الفرنساوي او خيط اليزا، في الحاجات الخفيفة، لان لو عملناها في خيط السلسلة او المكرمية او الكليم طبعا هتبقى تقيلة جدا ومش هتبقى حلوة. ادي كده يا بنات بعد ما خلصت الادوار وركبت الداعم في النص كده بين الطبقتين، وهبتدي اقفل عليهم. هرتفع غرزة السلسلة وهدخل في اول عمود هنا، وهدخل في اول عمود من الناحية التانية، وهسحب واقفل بغرزة حشو، وفي الغرزة اللي جنبها فوق كل عمود هاخد غرزة حشو، بس هاخد غرزة من العمود ده وغرزة من العمود بتاع البطانة. ادي بالشكل ده كده هلف حوالين الشنطة كلها بغرز الحشو وهوريكم هنكمل ازاي. انا كده يا بنات خلصت السطر كله غرز حشو، وقسمت الشنطة كده نصين، وسبت مسافة من هنا 10 غرز ومن هنا 10 غرز، وحطيت الماركة علشان احدد الايد. هرتفع 3 غرزة سلسلة، وهشتغل فوق كل غرزة عمود لحد ما اوصل للمارك.
هشيل كده المارك ده وهشتغل مكانه عمود، وبعد كده هرتفع سلاسل 1 2 3 اهو بالشكل ده كده. ارتفعت 20 غرزة سلسلة، وهشيل المارك ده برضو وهعمل مكانه عمود كده. ادي حددت اول ايد معايا، وهفضل شغالة كده عواميد لحد المارك التاني. كده انا خلصت اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين. وصلت ل3 سلاسل الارتفاع، هدخله كده وهقفل، وهرتفع تاني 3 غرزة سلسلة، وهشتغل فوق كل عمود عمود. وفوق السلاسل الارتفاع اللي هي الايد بتاعت الشنطة هعمل فوق كل غرزة عمود. اهو زي ما انتوا شايفين كده بنات. هكمل الدوران كله كده، وده اخر سطر معايا. هخلصهم وارجع لكم تاني. ادي كده يا بنات شكلها بعد ما خلص. شكلها حلو جدا. هي تنفع اطفال، تنفع تتحط على التسريحة كده، تحطي فيها حاجات بسيطة، التوك، المكياجات البسيطة. طبعا هي في الكبيرة باينة اكبر وباينة اوضح ومن جوه. اتمنى يعجبكم شغلي، واتمنى لو عجبكم شغلي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.